ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، انا جايه اقول لكم باختصار كده تجربه حصلت معايا الفتره اللي فاتت. بما ان انتم متعودين ان انا لما بجرب حاجه او بيحصل معايا شيء بشوفه كويس او وحش بقول لكم عليه. فانا الفتره اللي فاتت كان يعني كنت في قريه في راس سدر، وضاع مني السماعه بتاعتي بادز 2 ديت السامسونج. فضاعت مني وانا قاعده على يعني على الشط وسبتها، وقمت وما ما اكتشفتش ان السماعه مش معايا الا بعد يومين لما جيت استخدمها. فبدور لقيتها مش موجوده، فانا عشان عندي التليفون سامسونج وحاطه عليه البرنامج، فدخلت بشوف فين السماعه، ما لقيتهاش، واخر مكان موجود ليها ان هي موجوده في المكان الفلاني واختفت. طيب، بالاضافه ان السماعه اقدر اجيبها عن طريق التليفون طبعا وبتتبعيها. كان فيها حاجه ظريفه جدا، فيها السمارت تاج دي، شايفين اللي هي عامله زي الميداليه الصغيره دي. ودي هي اللي جابت لي السماعه، رجعتها لي تاني بعد طبعا فضل ربنا عليا، لانها هي فيها جهاز تتبع. سمارت تاج دي بتحطيها وتوصليها، بتفتحي البرنامج، بتنزليه برنامج سامسونج، وبتقدري تشوفي بيها تتبع اي حاجه انت ضايعه منك. فبالتالي طبعا دي ضاعت مني خلاص، وانا بقيت داخله على البرنامج اشوفها، لقيت ان هي موجوده اخر مكان كذا، بعدين اتنقلت، لقيتها فوجئت ان هي راحت شبين الكوم. السماعه بتقولي ان هي دلوقتي موجوده في شبين الكوم. المفروض ان هو كان بيجي لي اشعار وانا ما اخدتش بالي، ما شفتش الاشعار ان السماعه بعيد عني. انا لو بعدت بالتليفون والسماعه بعدت عني هيجي لي اشعار ان السماعه بعيده عنك، فانا ما خدتش بالي من الاشعار ده اصلا. وبعدين قعدت ادور، طب ابص بقى كل يوم، طب فين السماعه، الاقيها بقى بتتحرك، بتلف الكوره كلها. راحت شبين الكوم، تاني يوم لقيتها ان هي موجوده في اسكندريه على الطريق الصحراوي، على مش عارفه ايه. فضلت كده ان انا اتتبع عن طريق البرنامج اللي انا منزلاه على التليفون سماعتي فين. وكان يعني في يقين كده، يعني بفضل الله، ان انا حاسه ان السماعه هترجع، بس مش عارفه ازاي. يعني هي حتى لو دي مش موجوده، انا حاسه ان هي السماعه هترجع. وكان لما جيت طبعا قلت لجوزي، لان حاجه انا كنت قبليها مضيعه حاجه تانية، فطبعا قال لي ايه، يعني انا مش عارف اعمل ايه، هو حط لي دي علشان المفروض ان انا تضيع مني في البيت تحت كنبه، انساها في العربيه فاعرف ان هي في العربيه. ولكن الحظ معايا ان هي ضاعت مني خالص، وفضلت قاعده 15 يوم تقريبا السماعه بتتبع طريقها فين. بتتبعه عن طريق ايه؟ عن البرنامج اللي موجود على التليفون، وبشوف السماعه بتاعتي فين. لقيتها فجاه بقت في 6 اكتوبر، بقى في المطار في صاله 2. ورحت فعلا، جينا في يوم ونزلنا جري عشان نوصل المطار ده. احنا دخلنا المطار جري، خلاص اشعار ان هي بعدت عنك من 5 دقائق، او اخر وقت ليها 5 دقائق. طب بعرف منين؟ السمارت تاج دي لما بتوصليها خلاص بتنزلي البرنامج بتاعها، بتكون بتوصلها بتليفونات سامسونج. اي تليفون سامسونج حواليها هتلقط وتقول لك ان هي في المكان الفلاني، بس لازم يكون تليفون سامسونج. هل حد يقدر يجيبها ويحطها في تليفون تاني ويكون معهوش سامسونج؟ يقدر لو نزل البرنامج بتاع سامسونج، وبعدين يقدر لازم تكون هي برضو لو تاهت منه حاجه، لو في حد حواليه تليفون سامسونج هيقول له ان هي موجوده فين عن طريق البرنامج اللي هو منزله. شاهد من الامر ان انا في الاخر رجعت بعد 15 يوم. ازاي؟ انا خلاص بقى كل يوم متتبعه الراجل اللي اخدها، وهو طبعا للاسف هو كان المفروض يسيبها في خدمه العملاء في القريه، وكانت بالسهل ان انا اقدر اوصل لها. لكن لما قال، انا لما قابلته طبعا حسن الظن، انا هظن طبعا الخير، ان هو قال ان هو ما رضاش يسيبها للامن، مع اني انا عندي تحفظ. يعني الامن يا جماعه هو المفروض امن، فاحنا المفروض مامنين على كل حاجه. فالناس دي ممكن يا اخويا واخوكي وابوكي واي حد، الامن دي ناس محترمه جدا وناس متعلمه. لما نزل جوزي بوست فوجئت بالردود، اصل الامن ما كويس ان هو اخدها عشان الامن. ليه؟ هو الامن دول ايه؟ الامن دول بشر وناس متعلمين جدا وناس كويسه جدا، فالمفروض ان هم كانوا ممكن يرجعوا لي السماعه. ولكن بفضل ربنا عليا ان السماعه لما رجعت، فجاه احنا طبعا كل يوم بنفتح نشوف السماعه فين. فجاه لقيناه موجود جنب البيت، ما بينه وما بين بيتي 7 دقائق. السماعه جت قالت لي اشعار ان هي موجوده في المكان الفلاني، ما بيني وما بين بيتي 7 دقائق بالظبط. فنزلنا بسرعه ومشينا على لوكيشن، فتحنا اللوكيشن بتاع السماعه ومكان السماعه اللي ظاهره عليه. انا مشيت على اللوكيشن لانه بيديك الطريق بتاعها. فرحت ووقفنا قدام المكان، خلاص ما بيني وما بينها. قال لي ان هي موجوده هنا، يعني هي في العربيه اللي جنبي كذا. توقعت ان العربيه دي حد بيبقى بيوصل ناس او كده، اللي هي بتبقى 7 راكب. وفعلا لقيت عربيه واقفه، وتوقعت ان هي. جينا جنب العربيه، المفروض ان انا من التليفون برن، السماعه دي ترن، يعني التاجز دي ترن. اول ما بدوس من البرنامج السماعه التاجز دي هترن عشان تعرفك هي فين، تطلع لك صوت.
ففعلا احنا جينا حوالين العربيه وعرفنا. المهم نادينا، الراجل نزل مشكورا. اول ما شفناه طبعا هو بالنص كده، جوزي قال له حضرتك صاحب العربيه دي؟ قال له اه. طيب حضرتك من شبين الكوم؟ قال له ايوه. حضرتك كنت في قريه فلانيه؟ قال له ايوه من اسبوع. قال له انا ليا معاك سماعه. الراجل مشكورا هو ما جمعش اكيد، وراح جايب لي السماعه ومديهاني، وهو عايز يعرف انا جبته منين او عرفت معلوماته منين، وانا كنت عارفاه عن طريق المفتش كرومبو ان انا السماعه التاجز دي، فرجعت لي السماعه تاني. فكانت تجربه ليا حلوه جدا. طبعا اتمنى ان انا ما اضيعش حاجه تانية، لان انا كنت قبليها مضيعه الساعه بتاعتي ونسيتها في النادي، وقعدت 4 ايام وانا مش دايما بلبس الساعه، يعني من النوع اللي بتخنق بسرعه، فما بلبس الساعه على طول الا لما بكون نازله. فجيت ادور على الساعه لاقاها اخر مكان. دخل على دي بقى من غير سمارت تاجز، هي متوصله بالتليفون طبعا بتاعت سامسونج. فدخلت على التليفون عرفت ان هي موجوده في وادي دجله، اخر حاجه ليها. دخلنا رحنا الامن لقيناها موجوده عند الامن في وادي دجله، وكانت خلاص بقى فصلت، بس اخر ارسال ليها ان هي قبل ما تفصل كانت في مكتب الامن. فقدرت ان انا اتوصل ليها، وقدرت ان انا ترجع لي السماعه بعد 14 يوم عن طريق سمارت تاجز ديت. طبعا مش عارفه اقول لكم ايه، يعني انا بشكر جوزي طبعا لان هو حاطط لي كل حاجه تكنولوجيه، وهو عشان عارف ان انا نفسي احطها في التليفون، لان انا ساعات بتكلم في التليفون وبدور عليه، يعني انا مش عارفه احطها فين تاني. في ريموت بقى تحطيها في جيب جوزك تعرفي هو فين، طرح جاي امتى راجع امتى. يعني دي فاعل خير. كانت تجربة بس كده ظريفة، وأنا عشت فيها مغامرة ظريفة، وحبيت إن أنا أنقلها لكم. لو عارفين التاجز دي أو التاج دي عندكم استخدمتوها ولا لأ، حد موصلها ولا يعرف عنها حاجة ولا لأ، ولو ما تعرفهاش وعايزين تعرفوا عنها أكتر، هسيب لكم رابط في أسفل الفيديو، هحطه في كومنت مثبت عشان في ناس ما تعرفش فين صندوق الوصف، فهسيبه لكم في كومنت مثبت شرح التاجز دي بكل حاجة فيها، هو جوزي شرحها عنده على القناة. شكرا، واشوفكم في فيديوهات تانية على خير.